السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل الفراخ المشوية، بس هنشويها في الفرن تتبيلة مميزة جدا. التتبيلة دي تقدروا تشووا بيها الفراخ كمان على الفحم، تقدروا تعملوا بيها صينية فراخ على عين البوتاجاز، جميلة جدا. التتبيلة دي هتدخل معانا في كل صواني الفراخ. معايا هنا 6 وراك من الفراخ، تقدروا تعملي فرخة كاملة، يعني صدور وفراخ عادي مفيش مشكلة، بس طبعا انا كان عندي شوية من الوراك، وطبعا الوراك بتبقى طرية، فحبيت ان انا اعمل الوراك. التتبيلة عبارة عن بصلتين مقطعهم قطع كده مكعبات، وطماطمتين، وراس كبيرة محترمة كده من التوم، وحوالي 3 ليمونات مقشراهم ومقطعاهم. وهاخد بقى كل الحاجات الحلوة دي وهحطها في شفشق الخلاط، وهضربها لحد ما تنعم وتبقى بيوريه. هنزل عليهم بقى بمعلقة من الملح، ومعلقتين من الزبادي او اللبن الرايب. سوري يا جماعة، كنت فاكرة ان ده ملح. نزلت عليهم بمعلقتين من اللبن الرايب، ونزلت معاهم بمعلقتين من الخل. حيقتهم بقى بالملح، طبعا الملح يكون طالع سنة. ونزلت عليهم بمعلقتين من فلفل الاسود المطحون. طبعا عشان المعلقة صغيرة فانا حطيت كذا مرة، لكن هما في المجمل معلقتين صغيرين مليانين من الفلفل الاسود المطحون، ومعلقتين من الملح. ونزلت عليهم كمان بحوالي 3 معالق من الزيت. ضربتهم لحد ما بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه في البولة ده. هجيب بقى الوراك بتاعتي بعد ما غسلتها ونضفتها كويس قوي وصفتها ونشفتها. هنزل بقى بالتتبيله بتاعتنا، وهحاول ان انا ادخل التتبيله في كل جزء من الوراك. طبعا انا كنت مشرحه الوراك بالسكينه، تقدري تشرحيها، ولو مش حابه ما فيش مشكله يعني، لكن انا بحب ان انا اشرحهم. هسيب بقى الفراخ في التتبيله ديت فتره محترمه كده من الوقت. هغطيها طبعا بستريتش رول، هسيبها في التلاجة ليله كامله، او على الاقل 3 ساعات. ده شكل الفراخ بعد ما اتبلت. نقلتها في صينيه ودخلتها الفرن، حطيتها على الشبكه كده حوالي ساعه الا ربع. طبعا بعد ما استوت خرجت، حطيت فحدة فحماه في قلبها، ولعتها حوالي 3 4 مرات كده وطفيتهم بالزيت. طبعا ريحه الفحم بتفرق جدا في التتبيله دي. ده كان شكلها بعد ما استوت وخلاص. هجيب بقى طبق للتقديم كده، هرص فيه الوراك بتاعتي. طبعا دول شويه كزبره خضرة كده انا مقطعاهم في ارضيه الطبق. طبعا تقدري بقى تشكلي بالطريقه اللي تريحك، يعني طريقه التقديم دي بترجع لك انتي. طريقه التسويه بقى، انا حطيتهم في صينيه عادي خالص جدا زي ما انتوا شفتوا. تقدروا تسووها بطريقه تانية جدا، يعني ممكن تجيبوا المشبك اللي احنا بنحط فيه الفراخ على الفحم، وتحطوا فيه وترصوا فيه الفراخ، وتحطوها في صينيه، وطبعا تسلفنوا الصينيه بورق فويل علشان تريحكم في الغسيل، وتدخلوها برضو في الفرن بنفس الطريقه. هتبقى انشف من كده، ولكن انا حبيت ان هي تبقى طريه وشاربه من التتبيله، فعملتها بالطريقه دي. الطريقه دي تحفه، جربوها هتعجبكم. متنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم وليكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.